كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ود الام قالت لوليدها كنت كمل الماكله تاعك نخرجك معايا دروك. كمل الماكله تاعو قال لها هيا نخرجوا. ردت عليه وقالت له راه الوقت متاخر ما نقدروش دروك سما خليه حتى الغدوه. هذاك الطفل كان حزين بزاف من ردتها الوالده تاعو اللي ما استناش كامل، مع العلم انه كان يسمع الاولاد كانوا يلعبوا برا ولاهين وزاهين وفرحانين. هذاك الطفل كبر شويه ودخل ليكول. اي المعلم تاعهم قال لهم اللي يكون عاقل بزاف انا حنديه معايا في نهايه الاسبوع في رحله. هذاك الطفل دار جهد كبير بيكون هو المهذب كما في كلاسه ويديه الاستاذ في رحله. كملت سمانه وكما كان الحال هذاك الطفل سقسى الاستاذ تاعو قال وين تروحوا في رحله. رد عليه الاستاذ تاعو قال واش من رحله راك تهضر عليها. وهنا تستمر الحكايه. كما كان الحال فاتت هذاك الطفل راح للدار. بابا صابي راجع في الدروس تاعو قال له شوف وليدي لو كان تقرا مليح وتدي المعدل شباب نشري لك دراجه واعره. كما كان الحال هذاك الطفل دار جهد كبير وقرا وجا هو الاول وراح لبابا قال له راني جيت انا الاول وراهي الدراجه اللي وعدتني بها. رد عليه بابا قال له الدراجه خلينا منها وتسبب لك بزاف صوالح وقادر حتى تقتلك. وهنا تستمر الحكايه. كما كان الحال كبر هذاك الطفل ولا مسؤول على روحه ورجع بارع في الخداع والكذب وحتى الاحتيال. كما كان الحال ضرب سقسه وين جبت هذا الخلق الذميم. ردت هذا السؤال كلكم راع وكلكم مسؤولين عن رعيته. هكا راهم يزرعوا في نفوس ولادهم القيم. السلام عليكم.